السلام عليكم. النهارده بقى هعمل معاكم المخلل الخيار دوت بأسهل طريقة. معلش اتأخرت عليكم شوية، بس انتوا عارفين جو المصايف بقى. الأول يلا هنبدأ بقى بالخيار اللي احنا جبناه. انا جبت الخيار طويل كده ويبقى رفيع، ما يبقاش تخين. التخين دوت بيبقى كله بذر من جوه، مش هيطلع معاكم طعمه حلو. وجبت حوالي 4 ليمونات، قطعتهم كده حلقات كده، وقرن فلفل، وكرفس، حزمة كرفس. وهحتاج كمان 4 فصوص توم. بص، الخيار انا غسلته كويس ونشفته من المية وخرمته كده بالسكينة 3 اقرام زي ما انتوا شايفين كده. والخيار زي ما انتوا شايفين يبقى رفيع. ممكن تجيبوا اللي هو القصير دوت، انا كنت جايباه اللي هو المعقول الحلو دوت. وكده انا جبت البرطمان دوت، انا غسلاه كويس معقماه. وحطيت بقى من تحت 3 فصوص توم كده، وحطيت كده نص حزمة الكرفس، وحطيت كده شرايح من الليمون. وبعد كده هرصص الخيار زي ما انتوا شايفين كده بالطول، لغاية ما البرطمان يتملى معايا خالص، ما يبقاش فيه حتى فراغ من فوق. وحطيت كده 3 خيارات من فوق اللي هو يكبس كده الخيار اللي انا مرصصاه تحت. وحطيت قرن فلفل وشرايح ليمون برضو من فوق. انا عارفه ان انتوا هتقولوا لي الليمون كتير، بس طعم الليمون بيبقى في الخيار بيبقى جميل جدا. حتى الميه هتلاقيها متغيره كده بسبب الليمون. وهحط عليه كمان نص حزمه الكرفس اللي باقيه معايا، وهحط كمان فص توم كده، بس حاولوا ان انتوا تدخلوه ما بين الخيار. بعد كده يبقى كده احنا خلصنا الترصيص بتاع البرطمان. بس اهم حاجه تكون كابسين الخيار فيه كويس جدا، ما يبقاش فيه فراغ من فوق زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هجيب لتر ونص من المية، تكون مية فلتر. وهحط عليها حوالي كده 5 معالق كبار مليانين من الملح، و3 معالق من السكر. وهحط كمان عليهم ربع كوباية من الخل، بس الخل يكون نوعه كويس. وهقلبهم كويس جدا لغاية ما يتمزجوا مع بعض، والاقي الملح داب والسكر برضو داب، وكل حاجة اتمزجت مع بعض. بعد كده هنزل على طول بالمية دي في البرطمان. المية عادية جدا، ساقعة مش سخنة، جاية من زي من الحنفية عادي. ما تبقاش ولا ساقعة ولا سخنة مغلية خالص، هي مية عادية جدا. وعصرت عليها كده ليمونتين كده من فوق، ليمونتين كبار. بعد كده جبت كيس عادي بتاع اللبن، وحطيته وقفلته كده البرطمان. اهم حاجة تكون المية مغطية الخيار كله لغاية اخر البرطمان، ويكون البرطمان مقفول كويس جدا. وكل 24 ساعة او كل يوم نقلبه، نحطه على غطا، وبعد كده رجعه تاني محطوط على وشه عادي كده. بعد حوالي اسبوعين من التخليل، انا اتأخرت قوي عليه اللي انا وريهولكوا، بس هو مفروض يفتح عليه بعد 3 ايام وهيبقى جميل جدا. ده منظر الخيار بعد حوالي اسبوعين. كان جميل وطعمه كان في منتهى الجمال، واحلى كمان من الجاهز اللي بيتشرى من بره. ممكن تقطعوه باي طريقة تعجبكم، حلقات زي ما انتم شايفين او الصوابع ديت. وكده ابقى خلصت معاكم مخلل الخيار بأسهل طريقة. واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا يا رب.